المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلامة يا رب. انا عارف ان انا طولت عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس والله متأخر بسبب برجع من الشغل تعبان، مش قادر اسجل اي فيديو. بس هعوضكم ان شاء الله الايام الجاية دي. فخلونا قبل ما نبدأ بقى النهاردة، عشان هنبدأ في حلقة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي معاها العملات دي. انا عارف ان في ناس كتير جدا مش معاها العملات دي، بس في ناس برضو معاها العملات ومش عارفة تسعرها ازاي ولا عارفة قيمتها. فانا جاي اعرفكم قيمتها واسعارها، ودي قناة بتاعتي مخصصة للي اول مرة يشوفها، للعملات القديمة، واللي هو ان انا بعرف المشاهد ندرتها وقيمتها في السوق. تمام. خلونا قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم يا رب. تكون اول عملة معانا النهاردة عملة الجنيه بتاع السلام، معاهدة السلام. إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1980 برضه. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعها 35 مليمتر، وكمية السك المعروفة عنه 100 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر 14,110 جنيه، بواقع 288 دولار. أي نعم، هتلاقي الأسعار عندنا بالجنيه كبيرة أوي وكتيرة أوي، لكن لو بصيت عليها بالدولار هتلاقيها عادي، اللي هو 288 جنيه. ده بسبب التضخم. تمام. عشان بس محدش يقول ده ايه كل الفلوس دي على عملة، لا، احنا عندنا تضخم. فبالتالي هتلاقي العملة سعرها كبير جدا، عشان انا بجيب الاسعار بالدولار. تمام. ب 14,000 جنيه، ب 14,110 جنيه، بواقع 288 دولار. نخش بقى على تاني عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع القوات الجوية. إصدار سنة 1982 وانتهى إصدارها سنة 1982. معمولة من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعها 35 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 12,260 قطعة. 12,260 قطعة. بكام سعرها للأنصر؟ ب 1960 جنيه، بواقع 40 دولار. هتقول لي يا سلام، يعني العملة اللي هي اللي مسكوك منها 100 ألف ب 14,000 جنيه، والتانية اللي مسكوك منها 12,000 قطعة بس ب 1960 جنيه. هقول لك ده بقى على حسب العرض والطلب. يعني هي مثلا العملة عليها إقبال، طبعا كلنا عارفين إن معاهدة السلام ده حدث تاريخي كبير. لكن بقى مثلا القوات الجوية دي ذكرى في البلد، فاهم قصدي؟ في ما بين المواطنين ونفسهم في البلد ذات نفسها. لكن معاهدة السلام ده حاجة العالم كله عارفها، العالم كله شهادها. تمام. فعشان كده دي هتلاقي تتأثر بالعرض والطلب في أي حاجة طبعا قديمة تعتبر أثرية. تمام. المهم خلينا نرجع لمرجوعنا. بسعر الأنصر 1960 جنيه، بواقع 40 دولار. خش بقى على تالت عملة معانا النهاردة، ال25 قرش بتاعت البنك الأهلي. اللي هي الذكرى 75 بتاعته. إصدار سنة 1973 وانتهى إصدارها سنة 1973. معمولة من مادة الفضة بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 26 مليمتر. وكمية على فكرة هي مش فضة خالص. تمام. عشان بس تبقى فاهمين، داخل فيها النحاس ومعادن تاني، بس النسبة الأكبر فيها فضة. تمام. يعني مثلا لو قلنا 80% فضة و20% بقية المعادن، عشان تديها صلابة. المهم خش، عشان بس الناس بتفتكرهاش كلها فضة فتاخدها تروح تسيحها ومش عارف ايه والشغلانة دي، هتضيع قيمتها. الوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 26 مليمتر، وكمية السك المعروف عنها 100 ألف قطعة. بسعر الأنصر 1470 جنيه، بواقع 30 دولار. نخش على رابع عملة معانا النهاردة، جنيه الفاو. إصدار سنة 1980، وفي إصدارات كتيرة للفاو وأشكال مختلفة كتير. تمام. وعلى حسب السنة هتلاقي أسعارها بتتغير على حسب العرض والطلب برضه. إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980. معمولة من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعها 35 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 100 ألف قطعة. تمام. بسعر الأنصر 7,105 جنيه، بواقع 145 دولار. نخش على خامس عملة بقى معانا النهاردة، جنيه برضو اللي هو الفاو بتاع اليوم العالمي للطعام. إصدار سنة 81 وانتهى إصدار سنة 81. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر 35 مليمتر، وكمية السك المعروفة عنها 51,500 قطعة. بسعر الأنصر 2,205 جنيه، بواقع 45 دولار. اللي قبلها سنة 1980 ب 7,000 جنيه، على حسب برضو زي ما أنا قلت لكم العرض والطلب. تمام. والتانية مسكوك منها 100 ألف، دي مسكوك منها 51 ألف، يعني النص. يعني المفروض تبقى أغلى الندرة، زي ما أنا قلت لكم في كذا فيديو. لكن هي برضو عرض وطلب. افرض العملة دي مش عليها طلب، محدش عايزها أصلا، فمش هتلاقي ليها سعر عالي. أنت فهمت الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. سعر الأنصر 2205 جنيه، بواقع 45 دولار. بقى يا جماعة، على سادس عملة معانا النهاردة،
هي عملة ال5 جنيه بتاعة 30 سنة ذكرى، اللي هي بتاعة برضو الفاو ديت. إصدار سنة 1986، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1986. معمولة من مادة الفضة بوزن 17.5 جرام، والقطر بتاعها 37 مليمتر و1/10. كمية السكن معروفة عنها 5000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 9065 جنيه، بواقع 185 دولار. تمام. نخش بقى على سابع عملة معانا النهاردة، ألا وهي الجنيه بتاع برضو الفاو. إصدار سنة 1980، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1980. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر، وكمية السك المعروفة عنه 25 ألف قطعة، بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 2450 جنيه، بواقع 50 دولار. الأسعار دي اللي متباع بيها على الإي باي. انت لو عايز تسعر على حسب بتاع ده المحلي، السوق المحلي، فانت هتلاقي الاسعار اقل من كده طبعا. تمام. نخش بقى على الجنيه بتاع اللي هو عيد الدكاترة ده، اليوم بتاع الدكاترة. إصدار سنة 1980، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1980، بوزن 15 جرام، طبعا مادة الفضة. الوزن بتاعها 15 جرام، والقطر 35 مليمتر، وكمية السك 100 ألف قطعة، بسعر للقطعة الأنصر 5831 جنيه، بواقع 119 دولار. نخش بقى على تاسع عملة، الجنيه بتاع الثورة التصحيحية زي ما الناس يعني بتسميه. إصدار سنة 1980، وانتهى الإصدار بتاعه برضه سنة 1980. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر، وكمية السك المعروفة عنه 50 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 6810 جنيه، بواقع 139 دولار. نخش بقى على اخر عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع اللي هو الفاو، اللي هو التعليمي. الفاو التعليمي او اي حاجة زي ما تقول مثلا كده، في اللي هو في العدالة الاجتماعية والصحة والحاجات دي بيسموها الفاو، بس ده برضو ايه زي ما بيقولوا ايه التعليمي، الجنيه التعليمي. المهم يعني إصدار سنة 1978، وانتهى إصداره سنة 1978. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر، وكمية السك المعروفة عنه 50 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 1960 جنيه، بواقع 40 دولار. خدت بالك ما بينه وما بين العملة بتاعت الجنيه الثورة التصحيحية على حسب العرض والطلب. الجنيه الثورة التصحيحية ده الناس كلها عايزاه، لأنه بيسجل ذكرى تاريخية، انت فاهم قصدي، فده برضه ايه بيساعد في بيعه وارتفاع سعره. لكن ونفس عدد السك سبحان الله 50 ألف قطعة، لكن تلاقي دوت اللي هو التعليمي 1960 جنيه، والتاني ب6810 جنيه. ده على حسب العرض والطلب، وعلى حسب القيمة التاريخية بتاعته. المهم يعني اللي هو بتاع التعليم ده 1960 جنيه، بواقع 40 دولار للقطعة الأنصى. وكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. انا مكنتش عايز اطول عليكم، عشان خاطر برضو ايه في عملات تانية كتيرة تذكارية، والناس كتير ما تعرفش اسعارها، وبتبيعها على حسب مثلا يعني الفضة اللي فيها، او ان هي فضة ما تعرفش ان ليها قيمة تاريخية، ممكن تخلي السعر عالي، ممكن مثلا عليها طلب كتير، فبرضو ده بيخلي السعر عالي. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.